بص يا باشمهندس، قانونين تحفظهم زي اسمك. عندي القطر في نفسه على 162، ده هيديني وزن المتر الطولي من سيخ، من اي سيخ حديد تقابله. بعد كده عندي قانون تاني بيقول لي ان 13500 ودي قيمه مستنتجه من تجارب، هقول لك هي جت منين بعد كده. على القطر في نفسه هيديني عدد الاسياخ الموجوده في الطن. انت لو مهندس مدني لابد تكون المعلومه دي حاضره في ذهنك، لان وارد يجي لك طلبيه حديد طبعا بيكون بالاوزان، ولكن ممكن السواق يسحب لي سيخ 2 3 4 بعد ما وزنت حضرتك في البسكول. اتاكد منين؟ يبقى انا براجع على عدد الاسياخ في الطن ب 13500 على القطر في نفسه. ما عجبنيش 13500 على القطر في نفسه، هجيب وزن المتر الطولي، وهو ان القطر في نفسه على 162 هيطلع لي وزن المتر، هضربه في 12 اللي هو طول السيخ 12 متر. بعد كده هنقسم الطن على وزن السيخ، ده هيطلع لي بنفس القيمه اللي هي 13500. وشكرا.